في غالب الأحيان تصير خلافات بين أقاربك أو أصدقائك، وقتها أنت تصمت، فيظنون أن هذا الصمت ضعف وأن سكوتك هو قلة حيلة، يظنون أنك ما تقدر ترد الصاع بصاعين، يظنون أنك ما تقدر تقلب الطاولة، لكن هم يعلمون أن صمتنا هذا حشمة لهم وسكوتنا كرم منا لهم. فلا تظن بيوم من الأيام أنه يوجد إنسان ضعيف. تذكر معي أن الضعف هو نوع من أنواع القوة. ممكن تستغربون معي أن الضعف هو نوع من أنواع القوة، لأن الضعفاء في المواجهات أقوى في تلقي الصدمات، واللي يستطيع أنه يتلقى الصدمة وقادر يرد عليك اللي أقوى منها. بالنهاية لما أكون متسامح معك لا تظن أني ضعيف، لا على الإطلاق، لأني أنا أعاملك على تربيتي، فلو عاملتك على تربيتك أنت راح تكون أنت الخاسر الأكبر. السلام عليكم.